السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، يا احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. يا رب ما يحرمني منكم ابدا يا رب، ويفرح قلوبكم ويسعدكم زي ما بتفرحوني وبتسعدوني باللايك والاشتراك بتاعكم. اللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك ويحط لايك ويكتب لي كومنت حلو ويقول اللحاف عجبه ولا لا. بصراحة مش هزعل. ده اللحاف القديم اللي ما شافوش او ما شافليش روتين قبل كده. ده اللحاف بتاع اوضه الاطفال القديم. طبعا انا جددت الاوضه، فاللحاف حاساه مش يعني مش جاي على بعضه. قلت لا، رحت طلبت من على جروب او من على شركه. الشركه دي في المحله. شفت الاعلان يعني على الفيسبوك وكده، وانا عارفه منتجات السروج لان انا مجرباها قبل كده. فرحت طلبت الحاف السروجي، بس كنت خايفه من اللون، كنت مرعوبه. بس الحمد لله اللي طلع اللون تحفه زي انا عايزاه واحسن كمان. لم بقى شويه الغسيل وطبقتهم وحطهم في الدولاب. نكنس بقى ايه، انا كنت لسه ملمعه من يومين الاوضه مسحاها، يعني الارض شايله السجاده ومنفضه وملمعه الخشب. ما كنتش يعني ايه مستنيه اللحاف هيجي دلوقتي. قلت على الاقل فيها اسبوع و10 ايام. ما كنتش متوقعه ان هم هيجوا بسرعه كده، بس بجد يعني ما اخدوش يومين. الحمد لله. فرحت جبت المكنسه كده وهاخد كنسه على السريع كده، فتحت البلكونه تتهوى. عايزه اقول لكم ان الجو تلج من بعد، من ساعه الدنيا ما مطرت واحنا قاعدين في البيت ما بننزلش. فالله المستعان، ربنا يا رب يكون في عون الناس كلها. والله حتى يعني كشغل ما نزلتش، قاعده في البيت لان الجو كله طينه. الشارع عايزه اقول لكم عايز مركب عشان تعدي فيه. المهم كنست كده وخدت الجلانس، لمعت المرايه. بنانيت الامارات الحلوين التعمين ما بيسيبوش المرايه في حالها. يعني انت لو لمعتيها كل يوم هتلاقي يعني ايد مع عامله خمسة وخميسة عليها، حاجات مطرطشه. لازم يعني احنا لازم، لو مش بنانيت حلوين مش هنقف قدام المرايه يعني. اللي عندهم بنات فاهمين طبعا، وصبيان والله. حتى الاولاد برضو دلوقتي حاليا بيقفوا قدام المرايه. الله المستعان. مسكتها كده لمعتها حلو. الفوط دي انا جايباها البقرة، كانت ب35، كنت جايباها من فترة طويلة يمكن من رمضان. عايزة اجيب واحدة لاني خلاص ما عادش فيها غير يعني كام واحدة كده وخلاص وهتخلص، وانا مش بستغنى عنهم. عايزة اقولكم كويسين جدا، اللي ما جربهمش يجربهم. وكويسة بتستعمليها على قد ما بتستعمليها وبتترمي. بس انا يعني بغسلها كذا مرة، مش بستعملها مثلا استعمال واحد وبرميها. لا، البقرة بيبقى فيها تقريبا 35 واحدة حاجة زي كده. باستعملهم كتير يعني، بيفضلوا معايا. عايزه اقول لكم ان هي من رمضان بلمع ازاز وكل حاجه بيهم. وكمان باخد منهم للمطبخ، فهي كويسه جدا جدا وعمليه. نلمع المكتب. عايزه اقول لكم يعني ما بيستحملش اللي في الحاجات دي، مش لحوسه. ده هي الدهان اشهر، مع ان انا والله المفروض وانا بدهن الاوضه لسه عاملاها برضو في رمضان. ان هو يعني الدهان ده اللي هو دهان الدوكو مش بيقشر. بس مش عارفة والله، ده عيب من البنات عندي هم يعني اللي جرحوا فيه. بس هو هبد يعني من التهبيد بتاع الدرج وكده. الدهان بيقشر، فمش عارفة والله. حد يقول لي ده عيب من الراجل اللي دهن. لو حد دهن دوكو يعرفني. ولا الهبد بتاعهم في الادراج هو اللي عمل فيها كده. عشان ما ظلموش حرام. لمعت بقى كده المكتب وحطيت لهم حط لهم البساطة الصغنطوطة دي، او عاملاهم زي مقلمة يعني، بحطهم فيهم الاقلام وكده. كده انا كنت خلاص خلصت واللحاف ما كانش جه. ده كان المندوب كلمني ان اللحاف جاي. خلصت بقى وهويت الاوضه شويه، الجو تلج فمحدش بيستحمل البلكونه مفتوحه طول النهار زي الصيف يعني. وقفلت بقى واستنيت لما اللحاف جه. بعدها جبت 3 ساعات كده بقى ايه، قمت بقى ايه، كان اللحاف جه. قمت بقى ايه عشان اصور الفيديو. طبعا هما ما كانوش، عايزه اقول لكم يعني هما، لا انا لو ما كنتش قمت صورت الفيديو يعني، او قمت كان هيفتحوا اللحاف هما وهيفرشوه. يعني انتي هتقومي ولا هنفرشه احنا؟ انا مستعجله عايزه اطلع لكم. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم شكل اللحاف تحفه بجد والله. كنت خايفه جدا من الرسم، كنت طالبه شكل تاني بس ما كانش موجود عندهم. فيعني عارفه ان كنت مضطره اخد الشكل ده، بس كنت خايفه. لا بس الحمد لله الحمد لله طلع تحفه. الملمس بتاع اللحاف حلو، وكنت لابسه يعني لابسه العبايه بتاعتي. لو اللي حب يطلع وبره او البواقي بتاعت الفتل والحاجات دي لا مش موجوده خالص. يعني عايزه اقول لكم مفيش حاجه نزلت في الارض ولا حاجه. التغليف بتاع اللحاف حلو. حاطط كل ملايه. بس اللي زعلني بصراحه ان هو مفيش كيس يعني ايه اللي كان هيحصل لو عملت لنا كيس خداديه؟ ليه 2 كيس مخده ومفيش كيس خداديه؟ ده اللي زعلني. قلت بقى هشوف اللي هي اشوف حد يعني من اللي بيفصل وكده يعمل لي مخدات نفس اللون، او حتى لو قريبة. بس تبقى المخدات برضو قطيفة، بتبقى حلوة وبتبقى مدفية الاولاد.
فالله المستعان، ربنا ييسرها يا رب من عنده. لان انا كده كده اللحاف اللي عندي هشوف له صرفة يعني، مش هخليه، فمش هبقى مستفادة بالطقم بتاعه برضو، لان يعني اللي هديهوله هياخده بالملاية يعني وحاجته كلها. فمش مش هيبقى عندي بديل، وعايزة برضو اجيب دفايات ليهم. فالله المستعان، حاجة كده ايه، ربنا يا رب ييسرها على الجميع، ويكون في عون الناس كلها يا رب، ويفرح كل الناس ويسعد قلوبكم. وكل اللي في نفسه حاجة يا رب يجيبها، واللي في نفسه يجدد يجدد. بصوا كل حاجة بتيجي واحدة واحدة، والله الإنسان بيمشي واحدة واحدة كده، ربنا بيكرمه وبيحقق له كل الأحلام. وأهم حاجة تبقى راضي وتقول الحمد لله، بجد يعني. حاجة عن قناعة بقولها، خليك راضي وقول الحمد لله، ربنا هيكرمك من واسع. استغفروا كده وصلوا على الحبيب المصطفى. ما قلناش من اول الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبامانه بامانه بامانه قولوا لي اللون الاول، عشان انا جوزي يسمع الفيديو كده واوري له التعليقات بتاعتكم، لانه بيقول ايه ان عادي مفيش فرق كبير. والفيديو واللحاف التاني يعني كان ايه الفرق بين اللحاف التاني واللحاف ده. انا نحط الفرق ده كله، لان انا بعت اللحاف التاني بسعر اقل طبعا بكتير. انا كنت جايباه من سنتين وما ما هلكتوش يعني، فعرضته على حد وقال لي هاخده و... وتمام يعني، ما كانش معترض. نبتدي كده. نطلع بقى اللحاف الكرتون بتاعه، وبصوا عامل حاجات فيه ملعبكة حاطط كراتين وحاطط حاجات. طبعا انا برمي جنبي وبنتي بتاخد بقى ايه، بص يعني فرحانة لقيت لعبة العب بيها. كان نفسي اسرع الفيديو شوية، بس للأسف عندي حاجة في الكاميرا بتاعة التليفون مش عارفة اسرع، فالفيديو بقى بطيء، استحملوني. وخلي بالكم طويل كده معايا. الله المستعان يا رب يا رب. عم تدخل اشوف بقى اللحاف بتاعي، وعماله ابص ده كله، عماله بدور على الكيس اللي مش عارفه كان جاي في دماغي ليه ان هو في كيس خداديه. والله كانت لابسه في دماغي ان هو في كيس خداديه، مع ان انا شايفه اللي مكتوب على الورقه بتاعه اللحاف. بس كنت جايبه اللحاف على يقين ان في كيس خداديه. رخر عارفه كنت مصدومه صدمه حياتي، كل شويه عماله اقلب في الملايه واشوف فيها لحاف ولا لا. فمش عارفه بجد والله. يلا خير خير خير، زي ما قلت هعمل بقى اي درجة من الملاية وخلاص، هعمل كيس مخدة وخلاص، مفيش اي مشكلة بقى. وهبقى راضية بنصيبي، واقفة الجدل انا وبنتي، مش عارفة بتقولي ايه ومش عاجبها يعني، بتقولي حاجة مش عاجباني، او بصي اعدلي من هنا يا ماما، بتقولي حاجة زي كده يعني. فانا اتنرفزت عليها. يعني العيال ما شاء الله ربنا عاينهم علينا. يعني ايه، يسألوا اسئلة مش في وقتها، يستفزوكي. تعبت والله. السن ده سن 12 سنة، ده اللي هو داخل على المراهقة، ده سن متعب والله بجد. الله المستعان، ربنا يا رب يطلعنا منها على خير. واللي احنا بنشوفه دلوقتي في الدنيا والله بجد كتير والله يا جماعة، سواء الغلا سواء الأخبار اللي احنا بنسمعها. والله كل واحد لما بيشوف حاجة دي أقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. بجد الواحد بيسمع حاجات وبيشوف حاجات الأيام دي جسمه بيقشعر والله. كل ما تشوف حاجة زي دي قول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا من كل اللي احنا بنشوفه ده يا رب، ويطلعنا منها على خير احنا وعيالنا، وما يكتبش علينا اي حاجة من اللي احنا بنشوفها دي ابدا يا رب، لا علينا ولا عليهم. يسترها دنيا واخرة يا رب. قول اللهم امين. دخلتها كده تحت المرتبة. كنت قلت الاول مش هدخلها تحت المرتبة، ورجعت تاني قلت لا خلاص، ايه شكلها مش حلو. واحطها. طبعا هي هزت الكاميرا فاتخانقت انا وهي وطردتها بره. احلى حاجه انتوا خليكم عايشين معانا يومنا الطبيعي، مش هنأفور على بعض يعني. كلنا مامهات وكلنا مامهات وبنزعق عايزه اقول لكم يعني بناكلهم وقت لما بنبقى متنرفزين. الشاطر يجري من قدام ماما. اكيد مش انا لوحدي اللي كده يعني، مش ام مجنونه يعني، كلنا امهات وبنعمل كده. صح ولا مش صح؟ وليه انتوا امهات مثاليين بقى ومش بتضربوا العيال؟ لا انا بهزر طبعا، ده هم بنانيتي قمر والله بجد، ربنا يا رب يحميهم. بضربهم بس مش لدرجة يعني ان انا بعجن يعني، لا اللي هو تهويج بس. ربنا يا رب يهديهم هم واللي زيهم يا رب. المهم كده بقى فرشت، وكانت هي بقى لبست لي المخدات كده. عايزه اقول لكم اللون مش لايق بس، وزعلانه، بس يلا بقى ايه هعمل ايه، ما باليد حيله. لو كنت اعرف كنت نزلت جبت قماش ولا حاجه وعملته قبل ما افرشه، عشان افرش ايه الحاجه لما بتتفرش كلها على بعضها كده بيبقى ليها زهوه. عايزه اقول لكم والله نكدت عليا المخده دي والله بجد.
انا بقول لك يعني من زعلي بنتي قعدت ركبتهم وخلاص، قالت لي طب خلاص تمام انا هركبهم، انا شكلهم حلو مش عارف. انا عارفه ان هي بتثبتني بس يلا. المهم كده خلاص انا قلت هحط الفاتح، وبعد ما حطيته قلت يا ريتني حطيت اللون الغامق لان كان هينطق مع اللحاف اكتر. لان هو مديني زي ما انا قلت لكم كده وريتكم في اول الفيديو، مديني 4 خداديات. بس الخداديه رخمه جدا، ليه كده؟ ليه هعمل السوسته بتاعت الخداديه من النص؟ يعني بصوا هي مره في التانية تتقطع لا محاله. بجد يعني مش بيحطوها في الطرف ولا في الاول بتاع التلت الاخير وكده، لا قسمها لي من النص. هما دلوقتي بجد 3/4 المصانع ما كانش كلها معتبرين ان الناس كلها بتحط المخدات الفايبر. بيعمل شكل السوستة عجيب، وربنا بتحس ان السوستة متركبة شمال. مش عارفة ايه ده، مع ان انا بحبش مخدات الفايبر خالص بجد، ما حبيتهاش مش عارفة ليه. هل بقى اللي انا شفتهم انواع مش نظيفه فما حبيتهمش؟ شفتهم عند كذا حد مرهرطه كده ومش حلوه وشكلها غريب، مش زي المخده القطن. المخده القطن برضو يعني بتفضل ليها ايه، ماسكه نفسها كده على طول، ينام تقيله لو حد خبطك بيها يلوح دماغك. بس لا، حبيتش المخدات الفايبر دي لا قولوا لي لو في نوع حلو وانتوا جربتوه قولوا لي عليه وانا اشوفه. امال الانواع اللي انا بشوفها حاليا دي مش عجباني. وكده خلاص خلصت بقى، هفرش بقى اللحاف بقى بتاعي وعطر الأوضة. وعايزة أقول لكم قعدت يجي ساعة محدش يقعد على السرير، محدش يشخبط على السرير. عندي الصغيرة لازم تمسك القلم وتقعد وتربع وتذاكر على السرير، ما بتقعدش على المكتب. أنا عاملة المكتب ده عشان أقعد عليه هنا. المهم قعدت حذرت والحمد لله لا عملوا بالتحذير، عشان بس ده أول يوم وبعد كده خلاص يعني هيروح هيبته ويعملوا اللي هم عايزينه. يلا يعيشوا ويعملوا. وبكده يا حلوين نكون خلصنا الفيديو. يا رب لو الفيديو عجبكم تحطوا لي لايك حلو كده زي قلوبكم الجميلة، وكومنت حلو برضو زي قلوبكم الجميلة، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. دودو الكيلاني، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم وما كنتش تعبتكم معايا ومليتوا مني من الفيديو.